السلام عليكم يا جماعة. شهر إبريل ده كان غريب شوية، حوادث وجرايم وضغط في كل حتة خلى ناس كتير تسأل إحنا رايحين على فين. خليني أحكي لكم الصورة ببساطة. في مصر شفنا حوادث صعبة زي بنت أنهت حياتها بسبب ضغوط نفسية، وده بقى بيتكرر بشكل يخوف لأن الموضوع مش لحظة، ده بيبقى تعب متراكم جوه الإنسان. وبرضه في حادثة راجل ولع في الكشك بتاعه بسبب مشاكل مادية وحكومية، وده بيوضح إزاي لحظة غضب ممكن تدمر كل حاجة. وكمان في وقائع لناس حاولت تأذي نفسها بسبب ضغط الحياة، مشاكل مادية نفسية إحساس بالوحدة، وكل ده بقى منتشر أكتر. ولو بصينا للسبب هنلاقي إن الغلاء ليه دور كبير، أسعار بتعلى وضغط بيزيد وناس كتير بقت مش قادرة تواكب، وده بيأثر على أعصاب أي حد. نيجي بقى لحاجة ناس كتير بتتكلم عنها، الدارك ويب. ببساطة هو جزء من الإنترنت مش ظاهر للناس العادية، وفي استخدامات عادية لكن في كمان جانب مظلم. في ناس بتستخدمه في حاجات غلط زي بيع حاجات ممنوعة أو سرقة بيانات أو نصب، وفي محتوى سيء جدا مش مناسب لأي حد. بس في نفس الوقت مش كل اللي بيتقال عنه حقيقي، وفي مبالغة كبيرة على السوشيال ميديا. بالخلاصة اللي بيحصل حوالينا مش مجرد جرايم وخلاص، دي نتيجة ضغط نفسي زائد غلاء زائد قلة وعي زائد ناس مش عارفة تتحكم في نفسها. فخلي بالك من نفسك وما تخليش الضغط يكسرك، ولو حاسس بتعب حاول تتكلم مع حد تثق فيه. ولو عايز تتابع آخر أخبار زي اليوم السابع والقاهرة 24 وزيرهم كتير، فأنا بجمعهم لك وبلخصهم بشكل بسيط. أتمنى منكم الدعم والصلاة على النبي، وأشوفكم على خير.